حقوق الإنسان والحريات أكذوبة كبرى، كذبة أمريكا روجت ليها في العالم كله وقعدت تقول إنها بتحمي الحريات وحقوق الإنسان، وللأسف الشديد عرفوا يضحكوا بيها على شعوب العالم كله. أمريكا اللي بتدعم العدوان الغاشم على غزة، امبارح الكونجرس الأمريكي استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وألقى خطاب استمر لمدة 55 دقيقة لتبرير المذابح والعدوان الغاشم اللي بيعمله على قطاع غزة. ومن بداية العدوان على غزة سقط أكثر من 40,000 شهيد وحوالي فوق 100,000 مصاب، وحصار للقطاع بالكامل وتجويعه بالكامل، ودعم عسكري وإعلامي لإسرائيل من أمريكا وأوروبا باستثناء بعض الدول زي أسبانيا وإيرلندا. بنيامين نتنياهو وقف يبرر العملية العسكرية الغاشمة اللي بتحصل في قطاع غزة، وأعضاء الكونجرس سقفوا لنتنياهو 50 مرة خلال 55 دقيقة. رجل أدانته محكمة العدل الدولية وأصدرت ضده حكم بأنه مجرم حرب. رجل العالم كله يشهد بعدوانه ودمويته، ورغم كل أعمال البطش والعنف والقتل والإبادة الجماعية اللي بيعملها في قطاع غزة، إلا إن أمريكا بتدعمه بكل قوة. اوعوا تصدقوا أكذوبة أمريكا عن الحريات وعن حقوق الإنسان. للأسف خدعة كبيرة خدعوا بيها العالم، وتحديدا الحزب الديمقراطي في أمريكا، الصقور بتوع واشنطن، الدولة العميقة اللي ورا الخراب وكل الحروب اللي انتشرت في العالم. للأسف ناس كتير منبهرة بأمريكا ولا تعرف حقيقة هذه الدولة التي تدعم العنف والإبادة الجماعية والتطهير العرقي اللي بتقوم به دولة الكيان ضد الأبرياء في قطاع غزة. أتمنى أن شعوب العالم تفوق من الأكذوبة الكبرى أمريكا.